السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه ان شاء الله. ورمضان كريم يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. وباش كتمناو من ضمن تحضيرات رمضان او معسلات رمضان، فنبارطاجي معكم بريوات باللوز وسيجار. كيجيو هشاشين وكيجيو كيدبوا في الفم كما كتشوفوا، كيحافظوا هكا على القرمشه ديالهم مده طويله. ونشارك معكم جوج ديال الطرق. فبالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا بريوات مقليين، وبالنسبه للناس اللي كيبغيو بريوات يجيو صحيين في الفرن، فهما كيجيو نفس النتيجه، يعني مقرمشين ومذهبين. وقبل ما ندوزو لطريقه التحضير، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والاشتراك معايا في القناه لاول مره كيزور القناه. بسم الله على بركه الله. فانا عندي هنايا 500 غرام ديال اللوز. فمن بعد ما سلقت اللوز في الماء اللي كيكون غليان، كنفسخوه وقبضت نصف الكميه طحنتها وهي هكاك خضره، ونص الكميه قليتها هكا في زيت اللي كيكون بارد. ثم غادي نطحنوا اللوز ديالنا مزيان حتى كيرجع لينا غبره. فغادي نزيدوا 2 معالق كبار ديال الزبده. فانا مشى ليا هاد المقطع او ما تصورش، المهم ما لقيتوش في التليفون. وغادي نزيدوا معلقه ونص ديال الكونفيتير، الا كان المشماش كيكون احسن. وغادي نزيد شويه ديال المسكه حره، تقريبا راس معلقه ديال المسكه الحره، ونص معلقه ديال القرفه. صافي. وغادي نجمع البودره ديال اللوز يعني بربع كاس ديال الماء الزهر، وكندلكو مزيان حتى كترجع لينا عقده بهذا الشكل هذا. يعني كنشكلوها كويرات كتشكل معنا بسهوله، يعني كما متوضح لكم في الفيديو. صافي. وغادي نشكلو كويرات بهذا الشكل هذا، يعني كيكونوا كويرات صغارين. فمن الاحسن هكا بريوات او المعسلات ديال رمضان يكونوا هكا صغارين. صافي. وغادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله، غنقطعوها بهذا الشكل هذا، غنقطعوا لها جوانب ديالها بهذا الشكل، كيكونوا شويه ناشفين او يابسين. ثم غادي نقطعوا الورقه ديال البسطيله ديالنا بهذا الشكل هذا، غادي نقطعوا شرائط اللي كيكونوا صغارين. فبالنسبه لي انا كيعجبوني هكا بريوات يكونوا صغار ما يكونوش كبارين. وانتوما كتقطعوهم بالقياس اللي بغيتو. فاذا بغيتوهم هكا يجيوكم صغارين فكتقطعوا هكا شرائح او اشرطه اللي كيكونوا رقاقين بهذا الشكل هذا. فمن بعد ما قطعت الورقه ديالي كامله بهذا الشكل هذا، يعني كنحاولوا نجيبوا هكا قياس واحد. بالنسبه للبنات اللي ما كيتحكموش هكا بالقياس، يعني تاخذوا هكا مسطره وتاخذوا بها العبار. صافي. فغادي نحتفظ بالكميه ديال الورقه في بلاستيكه ضروري البنات باش ما تنشفش لينا هكا الورقه. صافي. وغادي ناخذوا الورقه ديالنا او الاشرطه اللي قطعناهم بهذا الشكل هذا. فضروري هكا فاش نجيو نسرحوهم، يعني الجهه اللي كتكون ملسه هي اللي نخليوها هكا من التحت، والجهه اللي كتكون حرشه هي اللي نديرو فيها هكا العقده، باش كيجينا البريوات هكا زوينين في الشكل ديالهم. صافي. وغادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نطويو بهذا الشكل هذا، نضغطوا هكا على ديك الكويرات ديال العقده وحتى كياخذوا لنا هكا شكل مثلث. وكنطويو بهذا الشكل ضروري ما نعمرو هكا ديك القنيتات ديال البريوه باش كيجيونا هكا عامرين. كما موضح لكم كما كتشوفوا، ضروري فاش نطويو هكا البريوه نضغطوا عليها واحد شويه باش كتوزع لينا هكا العقده، يعني على شكل ديال البريوه. وناخذوا شويه ديال الماء وشويه ديال الفرص، غادي نخلطوه مزيان هكا، تقريبا معلقه كبيره ديال الفرص غنخلطوها مع شويه ديال الماء، وغادي نخليوها هكا على جنب. ضروري كنلصقوا بها كما كتشوفوا معايا. صافي. وغادي نرجعوا للسيجار ديالنا. فغادي نقطعوا الورقه على شكل مثلثات بهذا الشكل هذا، يعني الورقه انا عندي هنايا متوسطه ما كبيراش. فغادي نقطع على 8 ديال القطع بهذا الشكل. صافي. فبالنسبه لي انا كنقطع هذا الراس هكا ديال المثلث باش كيجينا هكا السيجار مقادد، كيجي الشكل ديالو مزيون. صافي. فبالنسبه لهاد الزوائد او هاد الطريفات هكا اللي كنقطعوهم فما نرميوهمش، كنحتفظوا بهم هكا في بلاستيك غذائي ونخليوهم هكا في المجمد. فكنحتاجوهم هكا التزيين ديال بسيطلات صغار او بريوات هكا كنكونوا معمرينهم بالخضر، فكيجيو الشكل ديالهم زوين. وصافي البنات كنشكل هكا حريبلات بالعقده اللي كيكونوا رقاقين بهذا الشكل هذا، وكرروا لي الحريبلات ديالي بهذا الشكل كما كتشوفوا. ضروري مع التلصيقه كنلصقوا هكا السيجار ديالنا باش ما كيتحلش في الفرن. فبالنسبه لي غادي ندخل السيجار يطيبوا في الفران باش كيجيونا هكا صحيين وكيجيو محمرين ومذهبين وكيجي الشكل ديالهم مزيون وصحيين. فخليكم معايا
غنشرح معكم الطريقه باش طيبوهم باش كيجيوكم ناجحين مليون في المية. صافي من بعد ما شكلت السيجار ديالي يعني بالليل انا حتى الصباح هذا نطيبهم، ضروري نخليهم هكا يباتوا ليله كامله، او الا شكلناهم هكا في الصباح نخليهم حتى الليل عاد نطيبوهم باش ما كيطرطقوش لينا في الفران. من بعد ما نشكلوهم هكا نخليهم يباتوا ليله كامله، ندهنوهم بشويه ديال الزيت نباتيه ضروري، وغادي ندخلوهم الفران اللي كيكون سخون بزاف البنات. ضروري هاد المرحله هذه باش يجيونا هكا بريوات او سيكر كيجيونا مذهبين ومقرمشين، فضروري كنسخنوا الفران مزيان. فمن بعد ما كندخل لاطه للفران فضروري كنقصوا العافيه، ما نخليوهاش هكا مجهده باش ما كيسخطفوناش، ونخليوها كعافيه اللي كتكون مهيله. بالنسبه للفران ديال الغاز نخليو اللاطه ديالنا من الفوق حتى كطيب، وكنرجعوا نهبطوا اللاطه ديالنا لتحت كياخذوا لينا هكا السيجار ديك اللون الذهبي. صافي كنخرجوهم مباشره هما سخان، كنديروهم في العسل ضروري، ونخليهم هكا تقريبا واحد 3 سوايع او 4. فإلا خليناهم هكا ليله كامله كان احسن باش كيبقاو مقربشين مده طويله. صافي فبالنسبه للبريوات فانا غادي نقليهم في زيت اللي كتكون هكا سخونه. فبالنسبه للعافيه البنات ضروري تكون عافيه متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف. فإلا كانت هكا العافيه مجهده فهما كيسخطفوا لينا البريوات وكيجي اللون ديالهم ما زوينش، كيجيو هكا منقطين وما كيجيش الشكل ديالهم زوين. وإلا خلينا هكا عافيه اللي كتكون قليله فهما كيجيو شاربين لينا الزيت، فضروري هكا نخليو عافيه اللي كتكون متوسطه. صافي وكنكونوا موجدين كاسرونه اللي فيها العسل او اناء كنديروا فيها هكا العسل، كنخليوه قدام المقله مباشره، يعني اللي تقلات كنديروها في العسل بهذا الشكل هذا. فضروري ونخليوهم هكا تقريبا شي 5 ديال السوايع، او نبيتوهم هكا في العسل فكيتشربوا ديك العسل وكيخليهم يحافظوا على القرمشه ديالهم مده طويله. فبالنسبه للزين انا عندي هنا شويه ديال اللوز مهرمش، غادي نزيد عليه واحد نص معلقه ديال القرفه. صافي وغادي نرش به السيجار والبريوات، فهما كيجيو مسمين بالقرفه والزهر، كيجيو مذاق ديالهم غزال. كنتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم، وخليتكم على خير وبخير. حتى الفيديو جديد ان شاء الله. هنا غنوريكم القرمشه ديالهم بالنسبه للسيجار اللي دخلتهم الفران، يعني كيجيو مقرمشين كما كتشوفوا معايا. فانا غادي نوريكم الشكل ديالهم عن قرب، كيجي اللون ديالهم مذهب بحال اللي مقليين في الزيت، ومذاقهم كيجيو زوين وصحيين كما كتشوفوا معايا، مقرمشين بهذا الشكل هذا يعني وكيذوبوا في الفم. القرمشه ديالهم كتجي زوينه يعني بحال اللي مقليين. وخليتكم في امان الله حتى الفيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد. دخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وجميع المتمنيات ان شاء الله. وخليتكم على خير وبخير، وما تنساونيش من لايك الفيديو والاشتراك لاول مره كيزور القناه، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله.